بقت مليارديرة وهي لسه في العشرينات، ما كملتش دراستها وبدأت شركتها في شقة صغيرة ب3 موظفين، ودخلت قائمة فوربس كأصغر مليارديرة عصامية بثروة خرافية. لوسي جو قصتها أغرب من الخيال، إزاي بقت مليارديرة وليه ما كملتش دراستها الجامعية، وتفاصيل إنشاء شركتها العالمية. تابع الفيديو ده للآخر وإنت تعرف كل حاجة. في قصة كده بقت حديث الإعلام والسوشيال ميديا اليومين دول، قصة بنت صغيرة لسه في بداية العشرينات اسمها لوسي جو، أمريكية من أصل صيني، قدرت في وقت قياسي تدخل نادي المليارديرات وتتصدر قائمة فوربس. تخيلوا معايا البنت دي ثروتها وصلت ل 1.25 مليار دولار، يعني رقم خرافي لأي حد في سنها. طب إيه الحكاية؟ تعالوا نمشي كده واحدة واحدة. لوسي اتولدت ونشأت في كاليفورنيا، أهلها مهاجرين من الصين وكانوا شايفين إن التعليم هو المفتاح الوحيد لمستقبل أفضل. ضحوا بحاجات كتير عشان يوفروا لأولادهم تعليم محترم، وكانوا حاطين خطة واضحة، اجتهاد وجامعة مرموقة ووظيفة مضمونة. لكن لوسي من وهي صغيرة كانت دماغها مختلفة، يعني مثلا وهي في المدرسة كانت بتبيع بطاقات بوكيمون وتكسب فلوس بسيطة، وكمان كانت بتعمل بوتات جوه الألعاب الإلكترونية وتبيعها، حاجات شكلها لعب عيال لكنها زرعت فيها روح المغامرة وحب البيزنس من بدري. لوسي دخلت جامعة كارنيجي ميلون وبدأت تدرس تخصص متعلق بتفاعل الإنسان مع الكمبيوتر. كانت متفوقة ونشطة في أنشطة الجامعة وحياتها ماشية تمام، بس بعد سنتين فجأة قررت تسيب الجامعة. أهلها اتصدموا، إزاي يا بنتي؟ إحنا جينا من آخر الدنيا وضحينا بكل حاجة عشان تتعلمي، تيجي تسيب التعليم اللي هو بالنسبة لنا أغلى حاجة؟ لوسي بنفسها قالت في حوار إن قرارها ده كان زي الصفعة على وش أهلها، بس هي كانت شايفة الموضوع رهان كبير يستاهل. القرار ده ما كانش عشوائي. لوسي دخلت برنامج اسمه زمالة فيل مؤسس باي بال. البرنامج ده بيدي الشباب 200,000 دولار بشرط يسيبوا مقاعد الدراسة ويبنوا شركاتهم. لوسي اعتبرته فرصة ما تتعوضش وقالت أنا لازم أجرب وأغامر. بدأت شركتها الأولى سكيل اي اي من شقة صغيرة في سان فرانسيسكو، والفريق كان 3 أشخاص بس. أول شغلها ما جابش غير كام ألف دولار، ومكسبهم في الأول كان بالكاد يغطي مصاريف الإيجار والأكل، لكن مع الوقت قدرت تجذب عملاء كبار والإيرادات بدأت تتضاعف. فجأة الشركة بقت بتتقيم بمليارات، ولوسي كان عندها 5% من الأسهم اللي قيمتهم النهاردة حوالي $1,200,000,000 دولار. وفي 2024 شركة ميتا اللي فيسبوك سابقا اشترت سكيل اي اي بصفقة 29 مليار دولار، وهنا بقى اسم لوسي دخل فوربس كأصغر مليارديرة عصامية. مش بس كده، بعد نجاحها في سكيل اي اي لوسي في 2022 أسست منصة اسمها باسز لمساعدة صناع المحتوى يحققوا دخل. المشروع جاب تمويل ب40 مليون دولار، يعني البنت دي دماغها ما بتقفش، كل شوية ابتكار جديد. ورغم إنها مليارديرة دلوقتي، لوسي في بدايتها كانت عايشة بطريقة اقتصادية جدا، كانت بتاكل وجبات رخيصة وبتستغل تذاكر الطيران المجانية لأقصى درجة، كل ده عشان توفر وتستثمر أي فلوس في شغلها. وده درس مهم جدا، البداية مش لازم تكون رفاهية، البداية محتاجة تضحية. ومن تجربتها الكبيرة في وقت قصير، لوسي بتوجه 3 نصايح مهمة جدا لأي شاب أو شابة عايزين ينجحوا. كون شبكة أصدقاء أذكياء، مش مجرد أصحاب عاديين، دول ممكن يبقوا شركائك في المستقبل أو الموظفين اللي هيبنوا معاك حلمك. راهن على نفسك، يعني نجاح محتاج جرأة، وممكن قرارك يبان مجنون للناس بس لو مؤمن بيه هيغير حياتك. اختار البيئة الصح، يعني لما تبقى وسط ناس مؤمنين بالابتكار والأفكار الجديدة، ساعتها اللي كان مستحيل ممكن يبقى واقع.